أنا اسمي هند من القاهرة، عندي 24 سنة وتخرجت من كلية التربية. بعد التخرج اشتغلت 3 سنين في شركة، وكنت الحمد لله شكلي حلو، وناس كتير كانوا بيقولولي إني أمورة. طول فترة الجامعة كان بيجيلي عرسان كتير، بس بابا دايما كان بيرفض ويقول لسه بتكمل تعليمها. وفعلا كملت لحد ما اشتغلت، وهناك في الشركة تعرفت على زميلي عمرو، إنسان محترم وهادي، وتعلقنا ببعض. ولما جه يتقدم لي بابا وافق، واتخطبنا، وبعدها ب6 شهور اتجوزنا. عمرو كان على قد حاله، ما عندوش شقة تمليك، فبدأنا حياتنا في شقة إيجار، والدنيا كانت بسيطة بس ماشية. عدت 1.5 سنة على جوازنا، ولسه ربنا ما رزقناش بأولاد. وفي يوم قال لي إنه زهق من الشغل هنا في مصر وعاوز يسافر. أنا اتصدمت، لسه متجوزين وهيسيبني؟ بس هو قال لي البلد بقت صعبة والسفر فرصة. سألته هتسافر إزاي وتكلفة السفر كام؟ قال لي في مكتب بيسفر، بس محتاج 150 ألف جنيه، وممكن تبيعي دهبك ونغطي بيه جزء من المبلغ. طبعا أنا رفضت، الدهب ده جابهولي بابا، وما كنتش قادرة أفرط فيه، خصوصا وأنا مش مقتنعة إنه يسافر ويسيبني. اتخانقنا جامد، وبقى في فجوة بيني وبينه، بس هو كان مصمم وبدأ يجمع الفلوس بأي طريقة، وسافر فعلا بعد شهر. في الأول اختفى، تليفونه مقفول، وأنا كنت بموت من القلق. وبعد حوالي شهر كلمني وقال إنه وصل بخير، وإن الطريق كان صعب لأن المكتب ما طلعش قانوني، وسافروا من خلال ليبيا. الحمد لله على سلامته. بس من وقتها بدأ يفرض عليا حاجات غريبة. قال لي ما تنزليش الشغل، خليكي في البيت وما تقابليش حد. وافقت لأني حبيته وخفت عليه. لكن الأيام عدت، وبقيت قاعدة في البيت 24 ساعة لوحدي، فراغ ووحدة قاتلة. ما عنديش أولاد ولا حياة اجتماعية، ولا هو معايا، ولا حتى مكالمات طويلة. كان بيبعت لي فلوس كل شهر، بس الفلوس مش كل حاجة. لما كنت بكلمه كان دايما مرهق، وكلامنا قليل جدا. حتى بدأنا نتكلم مرة واحدة بس في الأسبوع، ولما سألته عن الرجوع قال لي مش قبل 5 سنين. وقتها اتصدمت، أنا لسه صغيرة ولسه عروسة، هعيش إزاي كده؟ بدأت أكتئب، وكنت بروح أقعد مع أمي علشان أهرب من الوحدة. ومع مرور الوقت بقيت أحس بفراغ كبير واحتياج لحد أتكلم معاه، مش علشان خيانة، بس علشان حد يسمعني، حد أحكي له وأفضفض معاه. قررت أفتح حساب جديد على الفيسبوك باسم تاني بعيد عن قرايبي، ودخلت جروبات فيها ناس بتدردش وتتسلى، مش علشان أعمل حاجة غلط، بس علشان أخرج من حالة الكتمة اللي كنت فيها. جات لي رسائل كتير من ناس، أغلبهم كنت برفضهم، بس في رسالة شدتني جدا. صاحبها بيقول لي أنا حاسس بيكي، وعارف إنك محتاجة حب واحتواء وواحد يكون أمين معاكي. الكلام دخل قلبي، كنت محتاجة أسمعه. كلمته وعرفت إنه اسمه وائل، بيقول لي إنه مهندس وعمره 27 سنة. ما تكلمناش عن تفاصيل كتير، وكنت صريحة معاه وقلت له إني متجوزة وجوزي مسافر وبعيش لوحدي. بدأنا نتكلم كتير، بقيت بستناه كل يوم، وبقى هو اللي بيهون عليا الأيام. كنت بحس إني مش لوحدي، بس مع الوقت حسيت إني بتعلق بيه بطريقة مش طبيعية، وبدأت أحس بالذنب. أنا على ذمة راجل، حتى لو مش موجود، حتى لو مش حاسس بيا. وائل بدأ يطلب نتقابل بعض، وكنت مترددة. عمري ما قابلت حد غريب، بس كنت محتاجة حد يكون موجود قدامي. اتفقنا نتقابل في مكان عام، وفعلا حصل. حسيت براحة، وكان محترم جدا، واتكلمنا كتير، ورجعت يومها وأنا مبسوطة لأول مرة من زمان. بس بعدين بدأ يقول لي طب هتفضلي مستنية جوزك اللي ناسيكي؟ مش حرام تعيشي كده؟ كلامه دخل دماغي، بس قلبي مش قادر. قلت له أنا مش عارفة أطلب الطلاق ولا أعمل خلع، أهلي مش هيفهموا والناس هتتكلم. وهو فضل يزن عليا إن اللي بعمله ده ظلم لنفسي، وبدأ يطلب مني أضغط على جوزي وأطلب منه فلوس أكتر، وبقيت محتارة. أنا حاليا بقالنا 5 شهور بنتكلم بعض. هو بيقول لي إنه نفسه يرتبط بيا رسميا، وأنا مش عارفة أرد. مش عايزة أخون، ومش قادرة أكمل في الوحدة. أنا محتارة، تايهة بين قلب وعقل، بين إحساس بالذنب واحتياج لحياة طبيعية، بس لحد دلوقتي مش قادرة أخد القرار.